عمارة 22 ب ما تفتحش فيها البيع خالص. سيبها لي، انا عندي صرفتها. و14 جيم تفضي لي الدور الثالث كله، يلزم الجبس. عايزاك. طب امشي انت يا باشمهندس مرزوق. انا سمعتكم. سمعتك انت ووعد وانا نازله على السلم. ليه؟ نص الرجاله خاينين، بس ليه مراتك ومراتك؟ ليه وعد؟ ليه تخلي الوساخه اوسخ؟ سما عرفت؟ لا، بس لو عرفت هتقولها ايه؟ هتقدر تحط عينك في عينها ازاي؟ لا احط. اطمني عليا، انا ما بخافش من حد، ولسه ما اتخلقش اللي ممكن يجي يكسر عيني. ولو انت فاكره نافعه انك داخله هنا تهديني، انسي. مش فاروق الجباس. انت بجح وعينك واسعه ووسخ. بجح وعيني واسعه ووسخ. احترمي نفسك يا مرة بدل ما اديكي بالجزمة على وشك. الوسخ ده اللي لمكم من الشوارع، اللي بيتكم تحت سقف ملكم. يعني لو قلت بسم الله كلكم بره، ومش هتلاقوا غير الشارع يا نافعة يا دباغ. فاهماني؟ بقول لك ايه يا فاروق؟ في ايه يا أم؟ ما تقولي لها. قولي لها في ايه؟ في ايه يا فاروق؟ في ايه يا فاروق؟ هو انت برضه يا سماح جيتي في لحظة وحشة. أنا وأمك كنا بنسيب بعض، فركشنا. ايه بقى الموضوع اللي قلت انك عايزاني فيه يا امنه؟ مفيش مواضيع، انا بس بستدرجك عشان نخرج سوا. انت عارف احنا بقالنا قد ايه ما خرجناش مع بعض؟ من قبل ما تتحبس يجي بسنتين. حقك عليا معلش، عارف اني مقصر معاكي، بس وملكوته غصب عني. اديكي شايفه مشاكل الشغل والقلق اللي فيه قبل السجن وبعد السجن. اهي ورطه السجن دي اخف ورطه ورطني فيها ابويا الله يرحمه. اخواتي، مشاكلهم، نفوسهم، واللي بيعملوه فيا. ما تفوت الشراكه مع اخواتك يا جرحي وتريح نفسك. انت اللي بنيت كل حاجه وتقدر تبني من تاني. عارف اني بنيت كل حاجه، وعارف اني اقدر ابني من تاني. انا لو بدات من جديد بورشه متر في متر هلاقي 1000 من يديني بضاعه ومليون من يشتري مني، وهعمل قد كده 100 مره. بس انا ما اقدرش اسيب اخواتي. اخواتي خايبين ومن غيري يغرقوا. اخواتي بيصعبوا عليا يا امنه. كل اللي اخواتك بيعملوه فيك ده وبتحبهم. حب الاخوات نعمه ما يفرطش فيها غير جاحد، وما ينكرهاش غير اللي في قلبه مرض. انت قلبك حلو قوي يا جرحي. ده عشان انت بس بتحبيني. قوي. وانا كمان بحبك. سرحت في ايه؟ في امي. ليه يا ابويا ما عرفنيش مين امي؟ ليه سابني اعيش عمري كله في حيره؟ ليه حكم فيا الايام توجعني يا امنه؟ بحس ان ابويا عايز يحير كل الناس حتى بعد موته. كان نفسي ابقى عارف مين امي. انا امك ومراتك وصاحبتك وبنتك.
بس مسكر. انت مين يا وليه انت؟ ما تقول لها يا سيد الناس، هو عارف كل حاجة بس هو عنقودي زي ابوه. هو طالما فيها عارف كل حاجه وعنقودي زي ابوه، تبقى دي هديه جديده من هدايا المغفور له حماك الله يرحمه. يلا اتفضلي خش عليا بالحكايه، جاهزين للاستقبال. انا هحكي لك يا عروسة، عشان بصراحة كده انا زعلانة من الجرح قوي. زعلانه مني ليه؟ انا هحكي لك وشاهدك عليه، مش هكلمك انت مخصماك، وابعد عننا مش طايقاك.